كما كان للمؤثرين دورا في عملية التحرير. نحن الآن نناقش معهم في هذا الحدث كيف لأثرهم الإيجابي أن نساهم في مرحلة البناء. والله ما شاء الله عليك يا سيدي الوزير، ما تركت ولا مؤثر بالعالم تافه غير تافه إلا ما جبت لنا إياه. ما شاء الله عليك، عن جد الرجل المناسب في المكان المناسب. بصراحة بدك مين يدق لك على الخشب عن جد؟ اي والله ما تركت. طب مين هي؟ أنا بعتذر، أنا أخطأت. مين؟ بإيش أثرت هي؟ عيب كثير ينعتوني تركنا من هي. هذا مين هذا؟ لك هذا بإيش أثر؟ مشان الله مشان الله. طيب يعني والله ما لك حق. جيب لنا سمير بكيني. طيب بكيني، ايش بشكي من بكيني؟ جيب ولا بكيني. وقفت على بكيني. عن جد انك ظالم، يعني انت وزير الاعلام بس انت كتير ظالم. جيب لنا بكيني. طب جيب لنا ابراهيم اجري. طب رنوش ام الفنوش. طب ام عمار اكبر شبيحه بالعالم اجيبها. طيب ليش ما جبتها؟ الله عيب عليك. طيب جيبوا لا رامي العبد الله. عن جد هذا المؤتمر كان ناقصه رامي العبد الله. مؤثر الزلمه عن جد، اثر كثير فينا. يا سيدي الوزير والله عيب عليك، يعني عن جد عيب عليك. كملها. طيب كملها. جيب ابو الموت. طب ابو غازي من ايش بشكي؟ ابو غازي هو وهي هيك مشان يعني. ابو غازي اثر ولا ما اثر؟ حط عينك بعيني يلا. اثر ولا ما اثر؟ ابو غازي مأثر الزلمه. جيبه. والله شر البلية ما يضحك قسما بالله، مضحك مبكي. وين هي المؤثرين يلي عن جد دافعوا بكل جوارحهم عن سوريا؟ وينهم؟ ميسوم بيرقدار، ايمن حداد، انس هبره، عامر هويدي. وين هي العالم؟ وين هي العالم؟ وين مهند نجار وغيره لك كتار. والله عيب عليكم عن جد، قسما بالله عيب عليكم. هذا اذا بيدل على انكم انتم تافهين كتير. انتم تافهين. معلش سيدي الوزير اسمح لي يعني، بس هذا بيدل على انكم تافهين، لاني ما بستضيف التافهين غير واحد تافه عن جد. يوم بعد يوم عم تثبتونا انه وزارة الاعلام هي عبارة عن وزارة تافهين. اسمح لي فيها. اي والله جايب لي عالم مو معروف قرعة ابوها من وين، ما اثرت على حالها. لك حتى متابعينهم بتمسخروا عليهم. على ايش اثروا هدول؟ وين هي